طيب احتفلنا وهيصنا في الفيديو الاولاني. الفيديو ده هكلمك كلمتين فني عن على المستوى المرعب اللي وصل له كابتن حسام حسن والتاكتكس بتاعته حرفيا اللي خلت النهارده بلجيكا واقفه متكتفه قدامك، ما عملوش اي حاجه تذكر. يعني اللهم الا الكره بتاعت العارضه وكانت من فاول اصلا من دي بروين. يعني حرفيا النهارده خنقهم بمعنى الكوره، خنقهم مش عارف يفلفص، يعني حرفيا مش عارفين يخلقوا فرص. فكابتن حسام حسن النهارده بيبدا بتشكيله كلنا اعترضنا على قصه وجود حمدي فتحي، بخصوص ان انت عندك اصلا رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم بره. ليه حمدي فتحي في الحته دي بالذات؟ يعني احنا اخر فتره اصلا كنا حسام حسن عودنا ان حمدي فتحي بيلعب ليبرو. جه النهارده قال لك لا، حمدي فتحي هيلعب سيرد باك. كان جربها قدام البرازيل وتقريبا عجبته، فربنا كرمه ومشيت. والنهارده بصراحه حمدي فتحي ادى كويس جدا. فكره وجود امام عاشور على الطرف النهارده انا كنت معترض عليها جدا. شكله موضوع ان امام عاشور لاعب يعني في النص، ارميه في العمق هيبدع، هيرمي لك ثرو، هيشوط كوره، هيعمل اي حاجه. لكن فكره انك ترميه على الطرف كده، يعني الحمد لله النهارده كانت موفقه جدا. ولكن انا بشكل شخصي انا معترض عليها. ولكن طبعا كابتن حسام حسن النهارده رهن عليها وكسبت معاه. امام عاشور دفاعيا كان حرفيا مخلي فتوح مرتاح جدا، وكان بيرجع معاه في كل الكور، بيغطي على تروسارد النهارده اتخنق زي ما دوكو اتخنق من محمد هاني على اليمين. تروسارد اتخنق من احمد فتوح، وامام عاشور على الشمال. بأمانة الله فكرة ان زيكو وامام عاشور يبقى بس وظيفتهم في الملعب كلها ان انت ترجع تسند مع هاني وانت ترجع تسند مع فتوح، حرفيا دي اديتك قوه واديتك يعني حته زياده كده في الماتش. نيجي لعمق الملعب، فكره برضو مروان عطيه ومهند لاشين دي مجربها من زمان، والحمد لله ربنا كرمنا فيها وماشيه زي الفل. طبعا محمد مصطفى شوبير الله اكبر عليه، ما شاء الله عليه، الراجل تصديات ممتازه، بيلعب برجله، رهان كابتن حسام حسن عليه لحد دلوقتي، ربنا كرمه وموفقه زي الفل. نيجي بقى لقدام. انا قصه عمر مرموش دي مش طريقها النهارده بجد، انا مش فاهمها قسما بالله. انا فاهم عمر مرموش ليه حسام حسن صبر عليه 90 دقيقه. وهنيجي لقصه التبديلات دي. يعني انا عمر مرموش ما يكملش 90 دقيقه، ما اداش. نيجي بقى لقصه التبديلات يا كابتن حسام. طالما انت هتطلع حمدي فتحي، طب ما كنت تطلعه دايركت وتنزل رامي ربيعه مكانه دايركت، وامام عاشور يفضل مكانه لحد ما تنزل مكانه ابراهيم عادل او اللي هتنزله او تريزيجيه او اي حد. دي برضو على فكره، يعني هو الجون جه في الفتره دي لما حمدي كان بيلعب في حته امام عاشور. حمدي مش لاعب هاف، مش لاعب 8، حمدي يا 6 يا دفاع، لكن انت بتلعبه 8 وهاف ليفت، هاف ليفت يعني مكان امام عاشور. طب ازاي؟ طبعا كانت كارثه انك تلعب حمدي فتحي في منطقه زي دي. ولكن الحمد لله حسام حسن تدارك خطا وسرعه. اخر حاجه بجد انا عايز تعظيم سلام كده بالاثنين وبالثلاثه وبالاربعه على تغيير حمزه عبد الكريم. يا اسطى بص، انا ما اعرفش الصراحه دي تغييرته بدني ولا لا، ولا انت مطلعه بمزاجك، بس ممكن تكون اصابه الله اعلم. ولكن لو انت فعلا مطلعه ومنزل حمزه عبد الكريم، يا اسطى انت اسطوره والله العظيم، اسطوره واحلى تغييره في العالم في التاريخ. حمزه عبد الكريم كيفني النهارده.